عمرك فكرت إن ممكن يكون في بطل من أبطال حرب أكتوبر بس ما كانش شايل سلاح؟ بطل وقف بكلماته وصلواته وإيمانه وشجع الجيش كله من قلب الجبهة. القصة دي عن مثلث الرحمات، قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اللي كتب سطور من ذهب في تاريخ الكنيسة والوطن. زار الجبهة، صلى على قبر الجندي المجهول، وخلى أجراس الكنيسة تدق باستمرار احتفالا بنصر أكتوبر المجيد. اسمع القصة دي وهتعرف ازاي كان البابا قائد حقيقي في المعركة الروحية والوطنية كمان. في زمن حرب أكتوبر المجيدة لما كانت مصر كلها بتقاتل عشان الكرامة والعزة، الكنيسة القبطية كان ليها صفحة من ذهب في التاريخ الوطني، وفي نص الصفحة دي اسم كبير منور: قداسة البابا شنودة الثالث. البابا شنودة ما كانش بعيد عن الناس، بالعكس كان في قلب الأحداث. زار الجبهة بنفسه كذا مرة، شجع الجنود وصلى على قبر الجندي المجهول، وشاف خط بارليف بعد ما وقع. كان بيزور الجرحى وبيواسي الأهالي مسيحيين ومسلمين، ما كانش بيفرق بين حد والتاني، كان بيحب مصر كلها. وفي يوم 24 مارس سنة 1974 راح السويس وصلى في كنيسة العذراء هناك، وبعدها زار خط بارليف واستقبله اللواء أحمد بدوي قائد الجيش الثالث والمحافظ وأمين الاتحاد الاشتراكي. اليوم ده كان عظيم لأن وجود البابا في المكان ده كان دعم معنوي كبير لكل المصريين. وفي نفس السنة كتب البابا شنودة مقال في المجلة أيام الحرب بالظبط، وقال فيه: واجب علينا نقف مع الدولة والجيش ونشترك كلنا في التضحية ونصلي إن ربنا يكون معانا، لأن قوتنا لوحدها مش كفاية، لكن لو ربنا معانا مين يقدر علينا؟ هو اللي نقلنا من الهزيمة للنصر، وهيكمل الطريق معانا لحد ما نوصل للنصر الكامل بمعونته الإلهية. وفي 6 أكتوبر 1974 في الذكرى الأولى للنصر قرر البابا شنودة قرار تاريخي، قال إن أجراس الكنايس كلها تدق نص ساعة كاملة من الساعة 2 الظهر، وتتعمل القداسات على أرواح الشهداء اللي ضحوا بحياتهم عشان مصر. وفي مؤتمر شعبي كبير في الكاتدرائية المرقسية وقف ضابط قدام البابا، اداله التحية العسكرية ردا على خطبته الوطنية اللي حركت القلوب والضمير. مش بس كده، البابا شنودة عقد اجتماعات مع الكهنة والأساقفة في كل الإبراشيات وطلب منهم يساندوا الجيش بكل الطرق، وقال كل كنيسة وكل جمعية تبعت لي تقرير يومي باللي بتقدمه دعم للمجهود الحربي. يعني كان بيتابع بنفسه كل خطوة. وفي عز الحرب كتب منشور بعنوان سيناء مقبرة الإسرائيليين، وقال فيه بكلام بسيط وواضح: إحنا بندافع عن أرضنا وحقنا، بلدنا بتحارب دفاعا عن الكرامة مش اعتداء، وإحنا بنحارب بضمير نظيف وبقلب مطمن. الكنيسة والجامع بيشتغلوا مع بعض من أجل الوطن، الشيخ والقس بيكلموا الناس عن التضحية والوحدة، الكل بقى جندي في خدمة مصر. وفي زيارته للجنود وقف البابا شنودة قدامهم وقال: أنا بحييكم كواحد منكم، أنا اتخرجت من مدرسة المشاة للضباط الاحتياط سنة 1947 ودخلت الجيش بإرادتي مش غصب، لأن العسكرية بتعلم النظام والشجاعة. النهاردة إحنا في معركة عادلة بندافع عن أرضنا، والدفاع عن الوطن مش خطية ولا غلط، ده واجب مقدس. السيد المسيح قال مفيش حب أعظم من إن واحد يبذل نفسه عن أحبائه، وانتوا بتبذلوا حياتكم عن أهلكم ووطنكم. مصر بلد عظيمة جه ليها إبراهيم ويوسف الصديق، والدفاع عنها شرف ونعمة، وإحنا كلنا بنصلي ربنا يحفظكم ويرجعكم لأهلكم سالمين. في اللحظة دي العساكر شافوا فيه أب وقائد ووطني حقيقي، ما كانش شايل سلاح لكن كان شايل وطن كامل في صلواته، صوته كان بيطمن وكلامه كان بيشعل الحماس في القلوب. اللي ناس كتير ما يعرفوش إن البابا شنودة كان من ضمن أبطال أكتوبر، البطل اللي ما حملش سلاح لكن بفكره وإيمانه دعم الجيش. تحية كبيرة لراجل علمنا يعني إيه وطنية، وعلمنا إن الحرب مش دايما بالبندقية، أحيانا الكلمة والإيمان والصلاة هم اللي بيكسبوا المعركة. قداسة البابا شنودة الثالث كان مثال حي للمحبة والوطنية والإيمان اللي يهز الجبال. كلماته كانت نور وصلواته كانت درع لمصر في وقت الحرب. افتكر دايما ان البطولة مش بس في الميدان، لكن كمان في القلوب اللي بتصلي وتشجع وتحب الوطن بصدق.
ربنا يبارك بلدنا ويحفظ أراضينا ويملى حياتنا بركة وسلام. قول أمين. سيب كلمة حلوة لقداسة البابا شنودة، ولو بتحب مصر قول تحيا مصر.